دلوقتي شخص بيدعي دايما المرض، هل فعلا ممكن يجيله المرض؟ بتتضرب ب 99%. دي حاجة. لا يا حبيبي خد مني وسر. تمام اتفضل. قال عليه الصلاة والسلام: البلاء موكل بالمنطق. أي واحد يتداعى المرض، شوف في المثل يا متولي حاجة، مثل مشهور بقاله 2000 سنة وشوية قبل الإسلام، يقول لك: نام نومة عبود. عبود ده كان حطاب، راجل حطاب، راح لم الحطب في ليلة سودة ورجع وكانت صحته زي الحصان، وخطر بباله فكرة قذرة، يقول لمراته: ألا يا بسنت لما اموت هتعملي عليا ايه؟ يا اخويا اسكت. تقول لها: لا لازم تقولي لي. يا عبود بقى يو كفلنشان، لا لازم اعرف يا بسنت. فقال لها: انا همدد واعمل ميت واسمعك بقى هتقولي عليا ايه وانا طالع من الدار للترب. وراح ميل على ظهره كده وقال: ها قولي يا عبود. يا جوزي، يا ابو عيالي، ما تسيبنيش يا مستتني، ده جايب لي النابوليا بالشيء البلاد. زغلول رايح فين يا زغلول؟ يا سابق بالخير البارود، يا كل الناس اسيا وانت الودود. يدي وتي حبيبي بهجت حبيبي حبيبي قعدت ساعة الا ربع وجت تقول له: ها عجبتك يا بودي؟ عبود ما قامش عبود ليوم القيامة. تمام. قال: انا هعمل ميت. عمل ميت مات. فاللي بيتمارض هيمرض، واللي بيدعي الفقر هيفتقر، واللي بيقول ما معيش وهو معاه مش هيبقى معاه. دي قواعد يا متولي.